مشيرات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا غاية. مرحبا بكم في قناه فاطمه الطبخ واسهل الوصفات. اليوم البنات راح نحضروا غاطا تاع الشوفليغ، تجي شابه بزاف. هذيك غاطا سهله وشابه وتجي بنينه. هنايا عندي شوفليغ كما راكم تشوفون، نقيته ودرت له في الماء. راح ندير له الملح حسب الحاجه هكذا. مغرفه صغيره تاع ملح انايا درت. راح ندير هادو ورق تاع الرند باش هاديك البنه تاع الريحه تاع الشوفليغ ما تبقاش، وطرونش تاع الليمون ولا شويه تاع الكمون، شويه فقط تاع كمون هكذا نمشيها. وهنا نغطي عليه ونخليه يطيب حتى يطيب لنا الشوفليغ تاعنا، ونجو نحضروا واحد الصوص هكذا خفيفه بالدجاج. هنا البنات جبت مقله درت فيها شويه تاع الزيت نخلوه يسخن. وهنا البنات راح ندير عليها بصله كبيره مقطعه كما راكم تشوفوا. بعد ما سخن الزيت نديروا هذيك البصله نخلوها هكذا تتقلى في داك الزيت. وهنا البنات جبت قيس فامي تاع دجاج قطعتها مرصوات صغار كما راكم تشوفوا، راح نقليه معاه. هنا جبت غير قيس فامي فقط، نخلوهم يتقلاو مع هذيك البصله. وهنايا في البصله البنات توجو غندير فص ثوم فيها، نرحي فيها فص تاع ثوم وننسى ما نقولش. هنا البنات ندير شويه تاع الملح هكذا فقط. هنا البنات ندير سكنجبير وكركم مغرفه صغيره وفلفل اسود مغرفه صغيره، ما زعما ما عمرتهاش مليح. نخلط كامل ونخليهم يزيدوا يتقلاو مليح. هنا نقص لهم للنار ونخليهم يطيبوا لنا على نار ناقصه حتى يطيب لنا هذاك الدجاج. وهنا البنات بعد ما طاب الدجاج تاعي واش درت له، نطفي عليه ونخلوه يبرد. البنات هنا الشوفليغ تاعنا بعد ما طاب واش راح ندير له، راح هكذا نحاول ميكسي غير شويه فقط هكذا، غير بالفرشيطه ماشي زعما كاع بالميكسير هكذا. هنا صفيتها مليح خليته يقطر من الماء مليح. هنا البنات بعد ما ميكسيتو واش راح ندير، عندي هذا الفرماج راح نديره هكذا نقطعه. هذا طبق سهل غير قلت انا نديره معكم. راح ندير كامل هذا الفرماج ماشي بزاف، 5 حبات. هنا البنات بعد ما زدت الفرماج نحكم هذاك الدجاج تاعي هكذا نزيده هكذا باش يعطينا للشوفليغ بنه. سيرتو البنات الشوفليغ بهاد الخلطه ما غاديش كاع يسبنوه، ما غاديش يحسوه بلي الشوفليغ. واش ندير، نخلط هذاك الشوفليغ مع الدجاج مليح هكذا. نزيد هذاك العلبه تاع ياغورت طبيعي هكذا، ندير علبه تاع ياغورت طبيعي هنايا بدون كريمه وبلا بيشاميل. راح نحضروا احسن طبق بنين رائع. نخلط تاني هكذا. وهنا البنات راح نزيد بيض، عندي 3 حبات بيض. هنا كما شفتوا جبت حبه شوفليغ غير صغيره هكذا تاع كيلو هكذا، كل واحد يدير على حسب افراد العائله تاعو هكذا. ندير هذاك البيض ونخلطه هكذا، نخلط مليح هذاك البيض مع هذا الشوفليغ تاعي والياغورت هكذا مليح. هنا البنات جبت البلان اللي غادي ندير فيه هكذا، وراح نمشيه يجينا رائع. نمشي كامل الخليط تاعي هنا، خلطوه مليح مع البيض باش يجينا هكذا. راح نمشيه هكذا. وهنا البنات انا نستعمل هذا فرماج تيزي فروم هاك، تيزي فروم سموه، هذا كيجي مستطيل كما هكذا. راح نرابيه كاع من فوق هكذا. كاين الكبيره وكاين الصغيره، انا هذه الصغيره راني ديجا مستعمله منها، وراح نرحيه هذا يذوب ويجي شباب. هذا الفرماج راح نرابيه كما راكم تشوفوا كامل هكذا من فوق.
هنا البنات درت الفرماج تاعي كامل، والفوغ هنايا شعلته من قبل باش يسخن. هنايا ندخلوها غير ينشف لنا البلاط تاعنا ويحمر الفرماج من فوق، نطفوا عليها. راني شاعله عليها انا من فوق ومن تحت، نتوما تاني شعلوا من فوق ومن تحت وخلوها ونقصوا لها شويه غير يحمر الفرماج، طفوا عليها. كما راكم تشوفوا البنات هذا هو الكغات تاعنا تاع نهار اليوم، غاتها شوفلير. كما راكم تشوفوا بلا بيشاميل بلا زيوت، تخدموا احسن كراطه، يجي بنين بنين وسهل التحضير، زعما ما يشدكمش. والبنه البنات يجي رائع. راح نقسم لكم تشوفوا مازال راهو سخون، مي راح نقسم لكم تشوفوا زعما كيفاش يجي رائع. شوفوا كيفاش يجي على شكل هكذا. شوفوا قراطة رائع. شوف البنات ليسونسيال البنات يجي هكا ناشف ويجي شباب. ليسونسيال البنات وصفة سهلة، ديروها للفطور ولا العشاء. هذه هي البنات الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى هذه الوصفة تعجبكم، وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وإن شاء الله في وصفة أخرى، وإلى اللقاء.